السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم قديش ما أوصف لكم عنه، أقسم بالله ما راح أوفي فيديو اليوم. يا جماعة، كنت مخططة برمضان أوكي أسوي لكم سلسلة كرتونية مسلسل، طيب 30 حلقة. بس المشكلة ما لقيت التطبيق المناسب، كل ما راح التطبيق يقول لي بفلوس، وأنا صراحة مطفر يعني عشان أقول لكم إياها على الخالص مطفر. المهم رحت بحثت لقيت تطبيق، لا بعد تطبيق صراحة أنا ما أعرف اسمه، بس هذه صورته وهذا اسمه جوا. طيب هذا التطبيق تقدرون، هو صح شوي في فلوس، بس في أشياء مجانا، وأنا أخذت الأشياء مجانا. طيب هذا التطبيق استغلوه، أقسم بالله أنا أنصحكم تستغلونه. إن شاء الله برمضان الجاي راح أسوي لكم حلقات متعددة من المسلسل، راح أحاول أصنع فكرته وأكتبها. طيب يا جماعة ما بطول عليكم، روحوا شوفوا الفيديو. بس قبل ما تشوفون القصة، هذه أول قصة أسويها، يعني هي شوي فيها تنمر وكذا، بس أنا ضد التنمر يا جماعة، والله إني ضد التنمر وكل شيء. عشان كذا لا أحد ياخذ منها القصة أي شيء. طيب ولسه في جزء ثاني، أوكي عشان ما حد يتحمس منكم، شايفكم ما طول عليكم. يلا روحوا الفيديو. اسم القصر بيت مأمون. والله اليوم الحديقة ما فيها أحد، شكله فلة ولا أبو فلة. المهم والله بلعب وبكسر وبسوي كل شيء أبغاه. جينا اليوم لا مدرسة لا هموم. خير وش جابك هنا؟ أنا قلت اليوم لا حد يجي وفرحان الحديقة فاضية ولا حالي. أبوي على كيفك الدين، هو حديقة مسجلة باسمك ولا أبوك شاريها؟ قول أنت محمد صلاح، لا تجيب سيرة أبوي على لسانك، أقسم بالله الحين أضربك ضرب خليك تتعذب، ألقحك الحين من الحائط. أبوي روح، إذا أنا محمد صلاح أنت عمرك خريبين، روح البس كنزة ليش تكذب حتى يا أبوي. والله مستمتع حلقة تصير لي ما تعرف من أنا يا حبيبي، يعني أقول لك لا أبوي إذا أنت رجال وفي الوزارة هني أقسم بالله خليه يشرحك من شعراتك اللي في كنزتك الحين، أقسم بالله. عشان كذا انطم والعب ولا أقول لك رحت عليك في الشجرات، شو الغوريلا لأنك هاي يلا قربت، يما خوفتني يعني شو تسوي؟ أنا أقول لك وش تسوي، خذ هذه اللقمة. والله خلي أبوي يطلعك من الحديقة جرجرة، أقسم بالله لا اشتكى عليك. رحت ورجعت وجبت لك دادي. وش فيك يا ولدي؟ ليش ضارب ابني؟ يا عم أنا ما ضربته، ابنك جالس يتطاول علي ويقول إني لازم أطلع من هذه الحديقة، ويقول أبوي إلى في أشياء في هذه الحديقة ويقول أطلعك بأي وقت. أنا ما سويت شيء. يا ولدي ليش تكذب علي؟ أنا أشتغل عامل نظافة، والنعم من كل عامل نظافة، بس ليش تكذب علي يا ولدي؟ يبا ليش تقول كذا؟ أنا أكرهك أوكي؟ مع السلامة. أنا أكرهكم كلكم. يا عم لا تزعل، يمكن ولدك زعلان عشان ضربت بوكس. يا ولدي ليش ضربت بوكس؟ الحين أروح عند أمه يصير يبكي عندها ويقول لها أبوي ما حماني. معلش يا عم والله ما كان قصدي يعني، بس لأن يعني شوية ضرني، فهمتني يا عمي، بس والله أنا آسف واعتذر. اسمع يا عمي عندي أسألك سؤال. تفضل يا ولدي اسأل اللي تبيه. ليش أصابعك أكبر من راسك؟ ليش رجلينك كذا كأننا عود خشب؟ وليش لبك كذا كأنه مسطرة؟ ليش حواجبك كذا كأنها حبة فاصوليا؟ ليش شعرك كذا كذا ولع الصف؟ وليش جسمك كذا كأنه قنينة؟ ولدي أنا مقام أبوك، ليش تسوي كذا؟ انت مقام ابوي، انت مقام القنينة ما توصل. يا اخي شوف الفصل اللي بينك
الحيط راسك شوي ينقلب. شوف الفاصل اللي بينك وبين الغيمة. أقول روح صلي روح صلي وعلم ابنك على أدب. أنا أقول ليش ابنك يقول دادي؟ روح بس أنت دادي، أنت دودو دودو كذا لازم يسمونك. يا ويلي جتك جلطة. جته جلطه قلبه يتبعه. الفيديو وبس. هذا كان نهاية فيديو اليوم. إن شاء الله استمتعتوا وحبيتوا. إذا حبيتوا لا تنسوا اللايك، الشير، السبسكرايب، الكومنت، الشير، الإشعارات. باي.